البنات، ان شاء الله تكونوا بكم بخير وعلى خير. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم حنشارك معكم حلوة الصابلي نتاع زمان. بالنسبة للوصفة ناجحة 100%، والعجينة تاعها تبقى طرية لمدة أطول. نبداو على بركة الله. أول حاجة البنات، هنا عندي 500 جرام مارغرين بحرارة المطبخ. هنايا عندي كاس سكر ناعم، كنت غربلته من قبل. ضروري ديروا هذه العملية. نخلطوا السكر تاعنا مليح مع الزبدة حتى نحسو ولا خليط، والسكر تاعنا ذاب مع هذيك المارغرين. البنات عندي 2 كيسان، نفس الكاس اللي كيلت به سكر ناعم، 2 كيسان نشا حتى هو غربلته. ضروري تغربلوا المكونات الجافة تاعكم باه العجينة تاعكم تجيكم رطبة وما دير لكمش هذوك الحبيبات، يعني كي تعودوا تاكلوا فيها العجينة تاعكم تكون صافية. هنا البنات عندي 3 بيضات، 2 صفار وبيضة كاملة. هنايا عندي 2 باكيات خميرة الحلوى. في 500 جرام مارغرين ديروا 2 باكيات خميرة الحلوى، ومعاهم رشة نتاع لافاني. والفرينة لميت بها البنات. بالنسبة للفرينة هي ثاني كنت غربلتها، ننصحكم تستعملوا نوعية مليحة. فوالا البنات، شوفوا هنايا القوام تاع العجينة تاعنا، ما تيبسوهاش بزاف وما تخليوهاش طرية فوق اللازم. بعد ما خليت العجينة تاعي ارتاحت شوية، يعني ما طولتش بزاف. هنايا البنات بالنسبة للحلة نتاع العجينة حبيت نحكي لكم على هاد لاستيوس. ما تحلوش العجينة تاعكم بالفرينة. شوفوا البنات، اشاك فوا ديروا الفرينة وتحلوا العجينة تاعكم راح تيبس، يعني هذوك اللي شويت اللي تلموهم وتعاودوا ديروا بهم حيبسوا ويشيحوا لكم العجينة تاعكم بزاف. استعملوا هذا النيلو تاع السمية. حلوا طرف كبير ديروه من تحت، والطرف اللي تقدروا تردوه من فوق، يعني طرف من تحت وطرف من فوق، حتى عملية الطبع تاعو كي تطبعوه راح تجيكم سهلة. تهزوه وتحطوه في البلاطو من غير ما تحركوا المول تاعكم ولا تصغر لكم الحبة تاعكم في الفرن. كما الطريقة راهي واضحة، حطوا المول برك وهزوه، يعني كي تحركوا المول تاعكم وانتم تطبعوا راح يتغير حجم الحبة تاعكم وتجيكم كل حبة بحجم مختلف. بالنسبة للطابع كنت كما راكم تشوفوا هنا كل ما بين مرة ومرة ولا 2 مرات نديرو في الفرينة باه نعاود نطبع به. وبالنسبة للعجينة تاعي ما حليتهاش خشينة بزاف وما حليتهاش رقيقة بزاف. بالنسبة لي البنات انا استعملت اشكال مختلفة، انتم تقدروا تستخدموا ولا تستعملوا الشكل اللي تحبوه للمول اللي متوفر عندكم. تقدروا حتى تديروا لاباط هذه ديروا بها صابلي بريستيج. المهم انها ناجحة 100%، المدة تاعها تطول يعني وتبقى طرية لمدة طويلة. بالنسبة للفرن البنات كنت سخنته مليح، وكي دخلت الصابلي تاعي نقصت عليه. الطياب تاع الصابلي ما يطولش يا البنات، الصابلي يشم الريحة برك تاع النار يطيب ليه. ما تخليوهش يحمر بزاف، الصابلي ما يحمرش، جست يشم ريحة النار يطيب. شوفوا البنات، هنا هذا هو واش كنت نقصد كي قلت هذا واش كنت نقصد عفوا كي قلت لكم يسهل لكم عمليه انكم تهزوا صابيتكم تحطوا في البلاطو، ما تلجؤوش للطريقه تاع الموس ولا ديروه في الفرينه وتهزوا به. هذيك الطريقه راح تفسد لكم الشكل.
حتى ولو كان ما فزداتوش يتغير الحجم تاعهم. بعد كي ديروا حبه فوق حبه تبان بلي الحبه فيها معوجه. يعني هذه طريقه مليحه. فوالا البنات، شوفوا هنا بعد ما طاب الصابلي تاعنا، خي قلت لكم ما يحمرش الصابلي، ما يتحمرش، يشم ريحه النار برك يطيب. شوفوا هنا ابيض بصح طايب. هنايا البنات بالنسبه للجزء اللي يجي من الحبه من الفوق، يعني الحبه يجيو فيها زوج حبات، اللي من تحت مقفوله واللي من فوق فيها الثقبه هذه اللي نديرو فيها المعجون. حكمت ستفتهم في صينيه ودرت لهم سكر ناعم بالصفايه باش تجيني الخدمه تاعي مفينيه بيان. وثاني هذه الطريقة تسرع لي ولا تختصر لي الوقت. والسكر الناعم يا البنات ما يدارش فوق المعجون، ما يدارش فوق المعجون، يعني ديروه قبل ما تركبوا الحبة فوق الحبة، ديروا المعجون باش تبقى هذيك الحفرة تاع المعجون تاعكم تبان وباهية. هنا البنات حبيت نحكي لكم على هذه المعلومة. بالنسبة للمعجون أنا ما استعملتش فيه ملون أحمر، أنا استعملت فيه عطر الفراولة أحمر، منها أني نمد ذوق ومنها أني نمد لون. لكن كاين ناس يلصقوا بالمعجون والديكور تاع النص يديروا فيه لا جيلاتين، هذه تبقى اختيارية والديكور اختياري. لكن أنا هذه هي طريقتي، نستعمل المعجون المشمش وندير له عطر الفراولة، منها للون ومنها للذوق كما شفتوا، شويه لازق به وشويه نديرو في هذيك الحفره. البنات بالنسبه للحفره هذه راح تلقاوها من بعد باللي المعجون اللي فيها شرب شويه وعاودوا لها، يعني عادي جدا راح يشرب اكيد، هذه حاجه طبيعيه. فوالا البنات، هذه هي حلوتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. متنساوش تخليونا رايكم في التعليقات وتدعمونا بجام وكومنتار. اذا مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.